تخيل إنك تايه في نص المحيط والمية حواليك في كل حتة، بس لو شربت منها هتموت. لا، ده مش سحر ولا حاجة، دي الخاصية الاسموزية يا صديقي. ولو مش فاهم يعني ايه الخاصية الاسموزية، فانت غالبا كنت تقضي حصص الأحياء في الثانوية عامة بتفكر هتتغدى ايه. هو ازاي شوية مية مالحين في بطني يخلوا خلايا جسمي تفرط في شوية المية اللي حلتي؟ هي المية ملهاش شخصية؟ لا يا صديقي، هو الموضوع بسيط بس محتاج شوية تركيز، وتعال اشرح لك. المية ماشية بمبدأ التوازن الاسموزي، يعني لو عندك غشاء منفذ زي غشاء الخلايا كده، فالمية دايما بتمشي من التركيز العالي مية اللي هو منخفض أملاح للتركيز المنخفض مية وعالي أملاح. هي هنا بتعمل تعادل بين الخلايا، بس للأسف في الموقف اللي انت فيه هنا إنه النتيجة ممكن الخلايا تنكمش وتموت، يعني زي الفجوة العصارية كده اللي في النباتات اللي بتشفط المية عشان تبقى مصحصحة ومنفوخة كده. أيوة عليك نور، ودي اللي بنسميها الدعامة الفسيولوجية. ولو انت الثانوية عامة وناس المعلومة دي، فالحق راجع منهجك بدل ما مستقبلك هو اللي ينكمش بالخاصية الاسموزية. المهم الملح اللي جوا الخلية بيمثل ضغط اسموزي عالي، فبيسحب المية من جواها بالعافية، عشان كده المخلل بكش والبكتيريا بتموت لما بنملح اللحمة. بالظبط، غالبا البكتيريا بتموت بسبب فقد ميتها، فبتموت بسبب الجفاف. الخاصية الاسموزية دي عاملة زي البلطجة، بياخد المية من الملح الضعيف يوديها للملح القوي. سؤال ليك يا صديقي، لو انت برنس في الكيمياء والاحياء جاوبني على السؤال ده في الكومنتات. لو جبنا سمكة عادية جدا بتعيش في مية عذبة اللي هي مية النهر، وحطيناها في مية مالحة اللي هي مية البحر، تفتكر الخاصية الاسموزية للسمكة هتنفجر من كتر المية، ولا هتنكمش وتكش، ولا مش هيحصل لها أي حاجة؟ وما تنساش تقول لي إجابتك في الكومنتات، وما تنساش تعمل فولو.